باب النجار مخلع. مثل كتير بنسمعه، وأكيد عايزين تعرفوا أصله إيه. زمان قوي كان في نجار شاطر، صيته في البلد كله. أي حاجة بيعملها كانت متقنة وبحب وبإتقان. كل الناس تعرف إن شغله من أحسن الشغل اللي شافوه في حياتهم. في يوم من الأيام النجار قرر يبطل الشغل ويقعد في البيت مع أهله وناسه. فراح لصاحب المحل وقال له: بص يا ريس، أنا قررت أتقاعد، هقعد في البيت، بلاش الشغلانة دي. طبعا صاحب المحل رفض، مش هيسيبه من إيديه كده. لكن النجار أصر وقال له ده قرار نهائي. وبعد إلحاح شديد وافق صاحب المحل وقال له: بس بشرط تبني لي بيت قبل ما تتقاعد. النجار كان في دماغه إنه مش عايز يشتغل تاني، فعمل البيت بسرعة وبأسوأ طريقة ممكنة وخلصه بسرعة. وراح لصاحب المحل فرحان بقى وقال له: اتفضل المفتاح. هنا كانت الصدمة. صاحب المحل رجع له المفتاح وقال له: ده بيتك، دي مكافأة نهاية خدمتك اللي قدمتها لنا كلنا. النجار اتصدم، أسوأ بيت عمله هو اللي خده في الآخر. ومن هنا بدأ الناس يسخروا منه ويقولوا عن أي حاجة مش متقنة: باب النجار مخلع. المثل ده بيعلمنا إن أي حاجة نعملها للناس حتى لو بتتعبنا لازم نعملها كأننا بنعملها لنفسنا، والإتقان والحب هما اللي يخلوا الناس تحترم شغلك في الآخر. قولولي بقى، إيه رأيكم في المثل ده؟